السلام عليكم احبتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتنا نكهه مغربيه. اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله جوج ديال الوصفات ينفعوكم في ايامات الفطور وحتى الايامات العاديه، خصوصا هاد الطويجين ديال الحوت او الطويجين ديال الشطون غادي ينفعكم في العام كامل ماشي غير رمضان. وغادي نشوفوا حتى هاد القنينطات انا درتهم هكا على شكل سيجار، ولكن اكيد ديروهم على اي شكل بغيتو بالدجاج والفرماج، حتى هما الطريقه ديالهم بسيطه وسهله ولذيذه. بالنسبه للشطون حنا عارفين بان الشطون هو اكثر حاجه تنحيرو اشنو غادي نديرو به من غير القلي. صدقوني في هاد الطويجين تيجي رائع. اول حاجه غادي نديروها غادي نسلقوا الصدر ديال الدجاج اللي غادي نوجدوا به القنينطات. خديت هنايا الماء درت فيه ورق سيدنا موسى، وخديت واحد جوج تومات درت فيهم هكا عويدات ديال القرنفل، تكيت بهم هذاك الثومه باش الثومه تطلق النسمه ديالها وتنكه ليا مزيان الدجاج. ما بغيتش نقيها لانني غادي نستعملها من بعد. صافي وغادي نحط ديك طريفات ديال الصدر ديال الدجاج، نشعل عليهم البوطه ونخليهم يطيبوا مزيان، وغادي ندوز نطحنهم مع ديك الدريسات اولا فصيصات ديال الثومه اللي درت نقيتهم، وغادي نطحنهم مع الدجاج بحال هكا. غادي نضيف واحد العلبه ديال الشامبينيون، بطبيعه الحال غسلتها من قبل وقطرتها. غادي نزيد واحد الكميه ديال المعدنوس، انا استعملت المعدنوس المجفف، ممكن تستعملوا المعدنوس الطري عادي. غادي ندير شويه ديال الملحه وغادي ندير شويه ديال البزار. هنايا ردوا البال الملحه، انا راه ما سلقتوش الدجاج، ما سلقتوش بالملحه، سلقته بلا ملحه. زدت هنا شي شويه، الا درتوا الملحه في السلق ديال الدجاج فردوا البال وما تكثروش الكميه حيت باقي غادي نزيدوا الفرماج مالح. صافي خويت ديك الدجاج من بعد ما طحنته هنا في لوبول اللي غادي نخدم فيه، وزدت كميه ديال الفرماج. انا هنايا عندي واحد الكميه مخلطه ما بين ايدام وشيدار. وزدت واحد المعلقه كبيره ديال الجبن الابيض هكا بالاعشاب، وكميه اخرى من الجبن الابيض العادي. بطبيعه الحال ديروا النوع اللي متوفر عندكم واللي بغيتو، ممكن تنقصوا نوع من هاد الانواع، ممكن ديروا غير الدجاج مع الفرماج الابيض، هذاك الجبن الابيض تيجي مزيان، يعني بلا ما تحتاجوا تستعملوا لا شيدار ولا ايدام. اي نوع ديال الفرماج خلطوا به ديك الدجاج حتى نحصلوا هكا على باط بحال هكا اللي تتجمع، باش منين طيب تجينا هكا تجي معلكه ما تجيش ناشفه. صافي هنا انا غادي ناخذ الورقه، هنا خديت ورقه كبيره قسمتها على جوج باش غادي ندير دي سيغار شويه كبار. صافي وغادي نعمرهم بشكل العادي. ما نساوش ندهنوا الورقه بشويه ديال الزيت، بما انهم ما غاديش يتقلاو غادي نطيبهم في الفران، فاز الورقه من الاحسن تكون مدهونه مزيان بالزيت باش يطيبوا مزيان ويتقرمشوا. صافي عطيوهم الشكل اللي بغيتو، ممكن ديروهم حتى بريوات اولا بسيطلات صغيورين تيجيو زوينين. صافي غادي نبقى هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي. انا من بعد غادي نعاود ندهن الوجه ديالهم بشويه الزيت، وغادي ندخلهم الفران شعل من الفوق ومن التحت حتى يتحمروا ويتقرمشوا وياخذوا داك اللون الذهبي الزوين. ما نجهدش عليهم العافيه باش ما يتخطفوش ويتحرق الورقه الفوقانيه قبل ما تقرمش الورقه الدخلانيه. وهنا غادي ندوز باش نشرمل الشطون اللي عندي باش غادي نصايبو طويجين. خديت كميه ديال الشطون بطبيعه الحال مغسوله مزيان ومحيده ليها السنسول. غادي نزيد ليها شويه ديال القزبور هكا مقطع، شويه ديال البزار والتحميره، وشويه ديال الكمون، شويه ديال الثومه مدقوقه، وشويه ديال الملحه، عصير نص حامضه وممكن حتى حامضه كامله. غادي نخلطها هكذا مزيان وغادي نخليها هكا تشرب على ما توجد ليا لاصوص مطيشه. بالنسبه لاصوص مطيشه نفس البرانسيپ ديال لي صوص اللي تنشارك معكم دائما. مطيشه طيب 3 ديال المرات بالماء، كل مره نزيدها الماء ونخليها طيب حتى تنشف. المره الرابعه غادي نزيد ليها شويه ديال الزيت البلديه وغادي نخليها طيب وتقلى في ديك الزيت البلديه مزيان.
هنا الاكيد ممكن ديروا الزيت اللي بغيتو، سواء الزيت العاديه او الزيت البلديه، ولا تخلطوهم بجوج على حسب الوصفه شنو غادي نخدموا فيها. بالنسبه للعطريه، بما انني غادي ندير طويجين ديال الشطون، فانا غادي نزيد معاها شويه ديال القزبور، ضريس ديال الثومه محكوك، شويه ديال الكمون وشويه ديال التحميره وشويه ديال السودانيه. الا ما توفرش السودانيه ممكن ديروا شويه ديال البزار. صافي غادي نخلطو مزيان وغادي نبداو نستفوا هذاك الشطون بحال هكا. غادي نطويه، نرجعو يرجع هكا مطوي بحال اللي كان في الاول، وغادي نستفهم بهذا الشكل هذا. ندير فلفله حاره هكا من الفوق، وطريفات الحامض هكا مقطعين. انا هذيك الفلفله عندي راني كنت دايرها في الكونجيلاتور، داكشي اللي غادي يبان لكم الشكل ديالها بحال هكا. غادي نغطي الطويجين ديالي ونخليه حتى يطيب وداك الشطون يطلق الماء ويعاود ينشف الطويجين ويتقلى ويوقف في الزويته ديالو. عاد غادي نقدمو بالصحه والراحه، تيجي غزال بزاف. بالنسبه للسلطه اللي رافقته معاها، فانا درت السلطه اللي شاركت معكم في اخر مره، يعني نفس لاصوص ولكن الخضره هنايا مقدمه بطريقه واحده اخرى. قدمتها مع الخضره مشويه. خديت الدنجال والقرعه، دهنتهم بشويه ديال الزيت وحطيتهم هكا في المقله حتى تصهدوا مزيان ونزلوا، وفرشتهم فوق من الخص بحال هكا. زدت شويه ديال الخيار مقطع رقيق وشويه ديال الخيزو حتى هو مقطع رقيق، قطعته بديك الموس ديال البطاطا ولويتهم بحال هكا. زدت شويه ديال الكركاع، البيض مسلوق وماتيشا سوريز بحال هكا، وسقيت بلاصوص ديال الموطارد والعسل اللي شاركت معكم في اخر فيديو. تتجي زوينه كي قلت لكم. هاد لاصوص تمشي مع بزاف الانواع ديال لي سالاد. هنا ما درتش الفواكه، درت غير خليط ما بين الخضره مشويه والخضره خضراء. هادو لي سيغار من بعد ما درتش العافيه مجهده باش يلحقوا البريوات اولا ديك لي سيغار يطيبوا مزيان ويتقرمشوا مزيان من الداخل ومن على برا، بلا ما يتخطفوا ويتحمروا ويبقى الداخل ديالهم اولا الورقه الدخلانيه ما مقرمشاش. بالنسبه للتقديم ممكن نقدمهم بحال هكا، انا ما درت لهم حتى شي حاجه، خليتهم كيف ما هما. كيف ممكن نزوقوهم من الفوق بشويه الفرماج محكوك، اولا هكا الجنيبات ندهنوهم بشويه ديال الجبن وندوزوهم بشويه الجبن محكوك تيجي زوينين، اولا بحبوب البافو. المهم تيبقى التزيين والتقديم على حسب. كانوا عندكم الضياف كنتو غير بوحدكم وانتم وكانتكم حنا كنا غير بوحدنا، فقلت ما كاينلاش نزيد نخسر عليهم الفرماج محكوك من الفوق، فحطيتهم هكاك. وبهكا غادي يكون الفيديو ديالنا سالا. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. من هنا لتما خليت لكم لهنا اللي ما يفنى. شكرا وبسلامه.